حاسب كده حاسب كده. A few moments later. عميل رقم 30 شباك كوكب اس. كنت فارد ظهري عادي على الكنبة وأنا قاعد في كوكب اس، فجأة جالي نداء عاجل: يا عميل رقم 30 في مصر في كوكب الأرض العجول بتهرب. حاسب كده حاسب كده. A few moments later. مشيني بس مشوني يا جدعان بس عشان مستعجل. ما دام مشيني بس حاسبي كده، مشوني كده بقى عشان والعيال بيعملوا قصات شعر غريبة مش عارفين إذا كانت موضة ولا نكتة، والبنات لابسين لبس. يعني ايه اللبس؟ نزلت بسرعه كوكب الارض تحديدا في وسط البلد في مصر، وشفت العجول بتجري كانها بتلعب سباق سيارات، والناس وراها بتجري وبتصرخ. العيال واقفين على الرصيف كل واحد بشعره المجنون ده عامل نفسه نجم هوليوود، وانا مش عارف اضحك ولا ابكي. والبنات لابسين لبس غريب جدا، والجو مش مسموح بيه يعني، بس هم عايشين على اجواء العيد والروشنه بتاعتهم معبيه الدنيا بقى كده وبتاع، فاهمني؟ وسط الزحمه المعاكسات بقت عروض كوميديه، والناس بتتعامل مع العيد كانه مهرجان عالمي. انا قلت في نفسي ده مش عيد، ده تحدي نجاة كوكب مختلف. وفي اخر المشهد العجل اتقفل عليه، والعيال سالوني: يا عميل كوكب اس تفتكر العيد عندكم في الفضاء بيبقى كده؟ قلت لهم لا طبعا، العيد عندنا يعني هو حلو بس من غير العجول والهبل ده يعني. بس بصراحه يعني بنشتاق لجنونكم، انتم المصريين يعني عليكم حاجات. يلا سلام.